يا مساء الفل والجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اهلا بيكم في مطبخي، مطبخ لوليتا شانيل. لو اول مره بتشوفيني اعملي لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. هنعمل مع بعض النهارده البوريك التركي، بوريك الافران. حلو جدا جدا واقتصادي وهيعجبك جدا، وخفيف وسريع ومش بياخد مننا اي وقت خالص، ومقاديره سهله وبسيطه. شايفين قوامه؟ شايفين العجينه بتاعته؟ بجد حلوه قوي قوي وطري جدا. يلا نشوف مقاديرنا ايه. مبدئيا كده هنجيب 3 كوبايات من الدقيق، لو حابه تزودي الكميه بتاعتك ضعفيها مفيش مشكله خالص. انا هكتفي ب3 كوبايات من الدقيق. بنخلهم بالشكل ده علشان لو الدقيق فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجه العجينه بتاعتنا تبقى كويسه معانا. وبضيف كمان معلقتين كبار من السكر، سكر العادي خالص. وبضيف معلقه كبيره من الخميره. واضيف كمان 3 معالق كبار من الحليب البودرة. لو ما عندكيش حليب بودرة استغني عنه خالص واعجني بلبن، مفيش مشكلة خالص. اعجني بحليب يعني. تمام. وبضيف كمان نص معلقة من الملح. وبقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. وبضيف كوباية من الزبادي. انا مكانش عندي زبادي فضفت نص كوباية من اللبن مش من الحليب، اللبن اللي هو الرايب. وبضيف كمان ربع كوباية من الزيت. تمام. وبضيف معلقة كبيرة من الصلصة. طبعا الصلصة مهمة عندنا لان هي اللي هتخلي لون البروج بتاعنا احمر كده وحلو. وبقلب بقى كل الحاجات دي في بعض. زي ما قلتلك انا ضفت نص كوباية من اللبن الرايب لان ما كانش عندي زبادي. انتي لو موجودة عندك زبادي ضيفي علبة من الزبادي. وبقلب كل العجينة دي مع بعض، وبيكون معايا كوباية مية دافية. بضيف كده بالتدريج على الدقيق بتاعنا وبقلب. وبعجن شوية بشوية. تمام. طبعا الدقيق ممكن ما ياخدش الكوبايه كلها وممكن ياخدها كلها. اهو بحط شويه بشويه وبعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجينات بالذات لازم نعجنها كويس جدا ونديها حقها في العجن علشان تدينا نتيجه حلوه جدا. تمام. بعجن بالشكل ده. لو عندك عجان حط كله في العجان واعجني. انا خلاص وصلت للقوام بتاعنا ده، هي بتلزق تلزيقه بسيطه جدا. انا عايزه التلزيقه دي. تمام كده. وبسيبها تخمر بقى لمدة ساعة، طبعا احنا في البرد. هنسيبها تخمر لمدة ساعة، لو الجو حر هنسيبها نص ساعة بس. شايفين قوام العجينة بتاعتنا حلوة جدا، ملمسها حلو وناعم. فيها بس سنة تلزيق صغيرة جدا، انا عايزة سنة التلزيق دي. خلاص كده بسيبها بقى في البولة كده في جنب تخمر براحتها خالص. آه، بعد ما خمرت العجينة بتاعتنا ببدأ بقى افضي الهواء اللي في العجينة بالشكل ده. طبعا لو الرخامة عندك كبيرة هنفرد كل العجينة على الرخامة. انا طبعا عشان رخامتي صغيرة فبقسم العجينة لنصين كده علشان اقدر اتحكم فيها وانا بفردها. تمام. ممكن ترشي رشة دقيق تحت العجينة وانتي بتفرديها. انا مرشتش عشان كده كده يعني انا حاطة على مفرش سيليكون فمش هتلزق معايا. بفرد بقى العجينة بسمك رقيق خالص. يعني مثلا نخليها سمك سنتي كده او اقل بشوية صغيرين. بفردها بالشكل ده علشان تديني نتيجة حلوة وانا بشكلها. وبجيب بقى اي كوباية عندك، كوباية شاي طبعا موجودة في اي بيت اللي هي ام ايد دي. وببدأ اعمل دواير صغيرة بالشكل ده. ليه بقى؟ علشان خاطر كل البوريك بتاعي يطلع مقاس واحد معايا، بدل ما انا اقطع كور واقعد اعملها. لا كده اسهل واسرع وبتديكي نتيجة حلوة. تمام كده. بعد ما فردتها ببدأ بقى اشيل كل الزوايد دي. وبتحشيها بقى الحشوة اللي انت عايزاها. انا حشيت جبنة ونوتيلا. انت ممكن تحشي اي حاجة انت عايزاها. اي نوع جبنة انت عايزاه، جبنة اسطنبولي بقى، جبنة كيري، جبنة مراعي، اي حاجة انت عايزاها. فانا هحشي جبنة اسطنبولي عادي جدا. اهي معايا الجبنة. ببدأ اخد قطعة من العجينة وببدأ افردها على ايديا كده بالراحة وبحط قطعة الجبنة وبقفلها شكل القطايف كده. يعني وانتي بتقفلي قطايف كده زي القطايف كده طولي. تمام. بالطول كده علشان انا عايزاها شكلها طويل. وببدأ بقى بالراحة كده اضغط عليها ضغطة بسيطة.
اهو انا عايزة الشكل ده. تمام كده. بنكون بقى مجهزين صينية مسحينها بمسحة زيت، وبحط البوريك بتاعنا بالشكل ده، وبغطي الكمية اللي قدامنا دي علشان خاطر ما تنشفش مننا. طبعا في برد وكده علشان ما تنشفش وتعمل قشرة. تمام. وببدأ بقى احشي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بفردها على ايديا بس كده فردة بسيطة، وببدأ احط قطعة الجبنة. تقدري تحشي الحشوة اللي انت عايزاها، بس البوريك معروف ان هو بيتحشى جبنة، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا بمحشي الجبنة. حلو للفطار، حلو للعشاء، حلو للولاد، حلو للمدارس، يعني بجد جميل جدا. اهو قفلته كده شكل القطايف، وبحاول اقفل كويس جدا. دي كمان واحدة اهو. باخد على طول احطه في الصينية. الصينية كمان بكون مغطياها علشان خاطر برضو ما تنشفش مني. انا بوريكم اكتر من واحدة علشان خاطر يبقى الطريقة واضحة قدامكم، وطريقة القفل واضحة قدامكم كمان. اهو. ممكن كمان على فكرة ما تحشيش اي حاجة خالص ويبقى فاضي كده، بيبقى حلو قوي كمان. دي النوتيلا. ممكن تحشي كمان قطع من الشوكولاتة لو عندك، مفيش مشكلة خالص، مش هتقول لا برضو. بس النوتيلا بتبقى حلوة جدا في المعجنات اللي زي دي. تمام. باخد كده على طرف المعلقة حتة من النوتيلا، وبقفل بالشكل ده. نراعي بس ان احنا منخليش اي حاجة باينة علشان ما تتفتحش معانا في الفرن. تمام. خلاص كده انا خلصت كل الكمية بتاعتنا. بجيب بيضة وبحط عليها معلقتين من الحليب ومعلقة صغيرة من النسكافيه، وبقلبهم بالشكل ده. ده اللي هندهن بيه البوريك بتاعنا. لو مش حابة تدهني بيض مفيش مشكلة خالص، ممكن تدهني حليب بس. ممكن تدهني عسل اسود، اي حاجة انت عايز تدهنيها مفيش مشكلة. بوريكم في المقطع اللي فات ان الصينية الصغيرة دي خمرت والصينية التانية لا لسه. انا خلصت كل البوريك. بعد ما شكلته بالشكل ده باخد بقى اللي خمر معايا، باخد بقى الصينية اللي خمرت معايا ادخلها الفرن. تمام. لو انتي طبعا لسه ما خمرتش لازم تستني عليها لحد ما تخمر وتزيد بالشكل اللي انتي شايفاه في الصينية ده. ببدأ بقى بالفرشة كده وادهن البوريك بتاعنا بطبعا اللي احنا عملناه بالبيض والحليب والنسكافيه. تمام. وبجيب بقى حبة البركة، وببدأ ارش بالشكل ده. اللي انا عملته بشوكولاتة هرش عليه سمسم، واللي انا عملته بجبنة هرش عليه بحبة البركة عشان خاطر انا اميزه، وابقى عارفة انه اللي محشي شوكولاتة وانه اللي محشي جبنة. بدخله الفرن على الشبكة في النص كده. ببقى مشغلة الفرن على نار اعلى من الوسط بشوية. اول ما ياخد لون من تحت بشغل عليه الشواية من فوق وبطلعه اغطيه على طول. لازم اول ما نطلعه نغطيه بفوطة علشان يفضل بالطراوة اللي انتوا شايفينها ده. وبعد ما خرج معانا بقى بالشكل الجميل ده انا سويت الصينيتين. المقدار ده عمل لي صينيه صغيره وصينيه كبيره من اللي انتوا شايفينها ده. حلو جدا جدا، وبصراحه طعمه جميل قوي وعجب الولاد جدا. اتمنى انكم تجربوه لانه هيعجبكم قوي. وده اللي بالشوكولاته. اوريكم كده من جوه اخباره ايه. زي ما قلت لكم انا حطيت على اللي بالشوكولاته سمسم، وعلى اللي بالجبنه حبه البركه علشان اقدر اعرف انه اللي بالشوكولاته وانه اللي بالجبنه. شايفين طراوته وجماله، ما فتحش مني خالص، ولا الشوكولاته نزلت مني ولا الجبنه نزلت مني. طبعا سخن اهو. من جوه كمان قلبه مفرغ وجميل قوي وهش كده. احفظيه بقى زي ما تحبي في اي علبه واقفلي عليه. تمام. ممكن كمان تعملي كميه كبيره وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على الميكرويف على طول يسخن. انا بقى هحفظه في قلب العلبة دي. وهسيبه بقى، هغطيه واسيبه لانه هو مش هيفضل اصلا، هيخلص على طول. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتشجعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.